عايزين نوزعهم. طيب وتحتيكوا تمليكين. افرض الاثنين بقى لا. جاهزين؟ السويس. المباراة السادسة في دور ال 16 السويس والفيوم. السؤال الأول في الأدب: من صاحب المجموعة القصصية عقل بلا جسد؟ 30 ثانية. طيب أسمع السويس. مش شوية. واحد صاحبه عمل حادثه وصاحبه راح طريق والقصص كانت دي واحدة من القصص. عقل بلا جسد 22 قصة. 22 قصة قصيرة وصاحبها قلت مين؟ بيتر هاندل. لا، هو أحمد خالد توفيق الله يرحمه. إذا درجة للسويس في الجغرافيا. نركز مع بعض. ما هي ثاني الدول الإفريقية من حيث الارتفاع الطبيعي؟ 30 سنة. ثاني الدول مش أول الدول. أسمع الفيوم. كينيا. السويس. كلامك مظبوط. 199 ثانيه كومنت ماركتيتا بتاعت اوغندا اوغندا المركز الثالث. المركز الاول مين بقى؟ تنزانيا. بالظبط. اذا درجه في الجغرافيا للسويس ودرجه للفيوم. النتيجه 2-1 للسويس. ونروح لسؤال التاريخ. سنه 1866 الخديوي اسماعيل شكل اول مجلس لشورى النواب في مصر. كم كان عدد أعضاء هذا المجلس؟ 30 سنة. كام؟ 132. طيب الفيوم 40. القاعة ده إجابة؟ مين اللي قال 75؟ برافو عليك. مين رئيس المجلس ده؟ الراجل ده ليه حكاية غريبة جدا. هو اسمه في تاريخ إسماعيل راغب. إسماعيل راغب بالظبط. كان يوناني اسمه إسماعيل ابن أحمد ابن الحسن ابن يامي. ما أنا هحكي لك الحكاية. المفروض إن هو كان بيدرس اللغات في اليونان وبعدين قرر إنه يكمل دراسته في الأناضول. لكن في الطريق اتخطف واتباع كعبد. الغريب بقى إن هو جه مصر، وصل مصر إمتى؟ هو مواليد 1819. جه مصر 1820.
130. يعني المفترض انه ابتدى دراسه اللغات وبعدين قرر يروح الاناضول وبعدين اتخطف واتباع وجه مصر كل ده وهو عنده 11 سنه. الاغرب انه لما جه مصر كمل انخرج في المكتب الاميري ونال الشهاده العليا، فانعم عليه محمد علي وهو المفروض مجرد عبد برتبه ولازم اول، وفضل يتدرج في الجيش لغايه ما وصل لاميرالاي اللي هي تساوي دلوقتي العميد. وفجاه اتعين رئيس لمجلس الشورى فجاه، الكلام ده 1866، بعديها بسنه ساب المجلس وبقى وزير داخليه ثم وزير زراعه وتجاره ثم وزير ماليه ثم رئيس وزراء مصر 1882، ويتآمر هو وتوفيق مع الانجليز للاطاحه باحمد عرابي. ترك ثروه كبيره جدا 13000 فدان على اقل تقدير و230,000 جنيه ذهب لابنه الاكبر ادريس راغب اللي تولى رئاسه المحفل الماسوني في مصر واسس النادي الاهلي المصري 1907. حتى هذه اللحظه في كتابات كتير جدا عن اسماعيل راغب، لكن حتى اسم راغب جت منين؟ المساله مش مفهومه. معنى يبقى كده 75 الاجابتين كانوا غلط في التاريخ. سؤال في الرياضه. ما هو المركز الذي حققه المنتخب المصري في كرة اليد في كأس العالم الأخيرة؟ 30 سنة. لا الكبار. البطولة التي أقيمت بالتعاون بين السويد وبولندا. مين اللي كان بيتكلمني عن اسماعيل راغب؟ مين اللي عارفه بالظبط؟ هو في الوقت ده ما كانش فيه مماليك، هو في كتب التاريخ هو يوناني عثماني. لان كان الخلاف الشديد اللي بين التراكوة واليونانيين كان لسه لم ينشأ بعد، هو ظهر بعد كده. حصل خلاف مع اليونانيين وبعديها شويه مع الارمن كمان، لكن في الفتره دي ما كانش فيه مماليك. كان عبدا. بالنسبه بقى لمركز مصر في بطوله العالم الاخيره السابع اجابه صحيحه بالفعل، درجه للسويس في الرياضه ودرجه. السؤال اللي جاي في الفن. من هو سيناريست فيلم البحث عن سيد مرزوق؟ 30 ثانيه. اخد اجابه السويس. طيب والفيوم؟ عبد الرحمن الشرقي. القاعه ربيعه ايه؟ داوود عبد السيد. درجه بالفعل للسويس، هو صاحب القصه والسيناريو والحوار. درجه للسويس في الفن. يتبقى سؤال في العلوم. السؤال بيقول ما هو الاسم العلمي لصودا الغسيلي؟ 30 سنة. هو سؤال لن يحدث فارقا في النتيجة النهائية. النتيجة 4-2 قبل سؤال.
والصيغه بتاعته NaHCO. CO3 كربونات ولا دي كربونات؟ نعم. في كربونات بنحطها على الجسم بس ده ملوش أي علاقة بالرسم. التاني بالفعل هو NaCO3 يبقى كربونات الصوديوم. أنا يا جماعة جاوبت السؤال ده قبل كده إن هو بيكربونات الصوديوم. هل سمعني أحد؟ بتاع الجماعة؟ ما هو في ناس من هنا من الجماعة عموما يعني أنا مش فاهم بس هو الإجابة الصحيحة كربونات الصوديوم كما أجابت السويس إلى درجة أخرى في موضوع السويس. السويس إلى دور 8 تحية كبيرة جدا لأبناء الفيوم.